ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكونوا بخير. انا مش عارف انا بخير ولا مش بخير، بس يعني بحاول والله. يعني رجعت بس لمجرد ان انا اعرفش، ومش عارف المرة الجاية بقى لو لا قدر الله مثلا عملت حاجة زي دي تاني هرجع تاني ولا لا. كفاية كده عليا. فتعالوا بقى نحكي مع بعضينا كده النهاردة وتسمعوا قصص جميلة. اين كنت ولماذا اختفيت؟ انا في يوم من الايام صحيت من النوم بجد، حسيت ان انا مش قادر اقوم، وحسيت ان انا مش قادر اقاوم اي حاجه بتحصل. خلاص تعبت، واكتر حاجه كانت بتتعبني هي التفكير في كل حاجه بتحصل. والفكره كلها ان كل اللي كان بيحصل ده، وان انا مش قادر اقوم ولا قادر اقاوم ولا قادر اعمل اي حاجه، مش عشان خاطر مثلا انا تعبان ولا حاجه، لا. هي الفكره كلها ان انا بدات احس ان مفيش اي حاجه بقت مستاهله اصلا. انا لما اختفيت مش عارف ناس كتير لاحظت ولا لا، مش هكدب، عشان ما كنتش بعرف اشوف اي رسائل يعني ما كنتش بستعمل اي برنامج بصراحه يعني. وغير كده كمان ان انا لما اكون بقفل اي اكونت اعمل دي اكتيفيت او حاجه، لما هرجع محدش هيكون عارف يبعت لي رسائل. فمش هكدب، يعني هل اختفائي ده اثر على حد او لا؟ بس لما رجعت طبعا لقيت ان في ناس قالوا لي في حاجات كانت ناقصه، في حاجات كانوا نفسهم يسالوا عليها في فيعني هحاول ان انا ما اعملش كده تاني، بس مش وعد. خلينا بقى ايه، يعني بصوا زي ما انتم شايفين من الواضح ان انا بصور في مكان جديد، واخيرا نقلت وعشت لوحدي. فانت هتيجي تقول لي ايه ده انت لوحدك؟ كنت لوحدك؟ ما كنتش لوحدي. انا كنت عايش مع ناس، مش ناس يعني، كنت عايش مع تيتا وجدو، كنت مسميهم بكيزه وزغلول. ما اكدبش عليكم هم من اسبانيا. يعني من اجل الظروف، شويه ظروف حصلت في حياتي كده من سنه، شهر 11 اللي فات ولا 10 مش فاكر، 9 10 11، من غير ما حد يعرف، يعني كل ده حاصل ومحدش يعرف. يعني داخلين على سنه، نقول فاضل 3 شهور السنه تبقى عدت، والوقت بيجري. المهم ان انا قررت او اضطريت ان انا اسيب المكان اللي انا كنت فيه وانقل مدينه تانية بالكامل، واعيش مع تيتا وجدو بكيزه وزغلول. وبكيزه وزغلول كانوا من اسبانيا، وبكيزه كانت عندها 80 سنه يمكن او اكتر مش فاكر، بس هي فوق ال 80 يعني، وزغلول فوق ال 60. هو ابنها. انا كانت تتخيل ان مامته لسه عايشه ما شاء الله. فالفكره كلها ان انت عايش مع دول، آم، وهي ما بتتكلمش غير اسباني، هو بيتكلم انجليزي واسباني ومش موجود اصلا طول الوقت. وهي قاعده معاك على طول، بس تتكلم معاها ايه يعني؟ ما بتعرفش تتكلم معاها، هي تتكلمش غير اسباني صرف. فهتعمل ايه؟ قاعد في 4 حيطان ما بتطلعش منهم، بتصور في المكان ده، بتاكل في المكان ده، تشرب في المكان ده، بتنام في المكان ده، بتعمل كل حاجه في المكان ده، رايح راجع خارج، انت عارف انك هترجع في الاوضه دي. تمام؟ ده لو كنت بتخرج يعني، او لو ما كنتش تخرج بس غير عشان تشتغل. المهم يعني بقى بكيزه وزغلول لما رحت عشت معاهم، زي ما قلت لك انا سبت المدينه كنت قاعد فيها ورحت عشت في مدينه تانية. فطبعا المدينه اللي كنت عايش فيها كان فيها جامعتي، فرحت عشت في مدينه تانية، المسافه ما بين جامعتي 2.5 ساعة بالعربيه. كنت لازم عندي محاضره لازم اسافر لها مره في الاسبوع، سمستر كامل يعني 4 شهور. فما بالك بقى انت وسط الشغل ده في يوم في الاسبوع انت لازم تسافر تروح الجامعه، كان يوم الجمعه. تخيل بقى ان انا كنت بسافر اليوم ده الصبح الساعة 8، اوصل هناك 10، محاضرتي 11، من 11 ل3 محاضرتين اخلصهم، ارجع دايركت 3 2:30، اتحرك من المدينة دي ارجع عند بجيزة وزغلول اشتغل. اول ما اوصل المدينة اروح على الشغل، اخلص شغلي الساعة 10 11 ارجع انام. يعني بعيدا بقى عشان ده اخر سمستر المفروض ان انا كنت اخلص ونتخرج بقى، الحمد لله، بعد شوط كبير جدا. والله موضوع دراستي ده اصلا لوحده محتاج له فيديو كامل مش هكدب عليك، بس بلاش يعني، عشان الفيديو ده برضو هيبقى من الفيديوهات اللي مش حلوة خالص بالنسبة لدراستي. ولكن الحمد لله المفروض الواحد هيتخرج كمان كام يوم، يعني في اقل من نص شهر خلاص الحمد لله خلصنا، وحفلة التخرج كمان كام يوم. بس انا مش حاسس، يعني حاسس ان انا هروح حفلة التخرج قشطة عادي مفيش حاجة. مش عارف اصلا هروح مع حد ولا هروح لوحدي ولا مش هروح اصلا، مش هكدب عليك، اكلمك بكل صراحة. فهي المفروض حفلة التخرج كمان كام يوم وان شاء الله خير. وشوط الجامعة والدراسة والحاجات دي كلها بجد حاجة يعني اهو. بص بقى، وسط كل اللي انت فيه ده، في جامعة وفي مروح للجامعة كل اسبوع، وعايش مع تيتا وجدو وكده يعني. فانا كنت بسافر كل اسبوع 2.5 رايح 2.5 راجع في نفس اليوم، صد رد كده، عشان خاطر محاضرتين
وبرجع اكمل شغل عشان خاطر نخلص الجامعه يعني. دي حاجه كنت لازم اقولها لك وسط كل اللي كان بيحصل من شهر 10 اللي فات او 11 لحد ما نقلت، او لحد شهر 4. انا خلصت جامعتي شهر 4، فنقول شهر 4 انتهى كل شيء. اول 10 ايام في 4 انتهى موضوع الجامعه ان انا اسافر. يعني ليه ما بقتش بقى زي الاول؟ وايه حقيقه الاختفاء من السوشيال ميديا؟ بس هو مش هنقول اختفاء من السوشيال ميديا، انا كنت بختفي من نفسي انا واحده واحده والله. انا ما اكدبش عليك، يعني من ساعه ما جيت البلد دي وانا بحاول اتاقلم، بحاول اعمل اي حاجه والله، بس انا مش عارف اتاقلم مع اي حاجه. مش عارف اعمل صحاب، مش شايف ان حد يستاهل انه يبقى صاحبك. الناس صعبه قوي هنا، بحس انا ممكن تجاربي انا الشخصيه مخلياني احس بده، ما اعرفش. انا لحد النهارده هتقولي انت بالك قد ايه هنا، ممكن اقول لك 7 6 سنين، 8، من 6 ل 8 والله ما فاكر. بس تيجي تسالني عملت كام واحد صاحبك لحد النهارده بتكلمه؟ ولا واحد. والله بجد بكلم معاك بجد، ولا واحد. مش ممكن تكون مشكله فيا، ممكن، بس انا الحمد لله ما بزيش حد يعني. فانك بقى تبقى في غربه وبعيد عن اهلك وبعيد عن صحابك كلهم اللي بجد، اللي هم اصلا كمان هم كمان خلاص يعني فقدوا الشغف فيك وبطلوا يكلموك. انا بكلمك بكل صراحه، كل حاجه انا بقولها لك دي حقيقي يعني. مش بقى وكمان مش بقول لك كمان هتعطف عليا، انا بقول لك سبب اختفائي كده، وبحاول ادردش معاك في اي حاجه، وبحاول اعودك ان احنا تبقى دي طريقه كلامنا سوا قدام، علشان خاطر نبقى دايما بنتكلم مع بعض كده، او احاول ان انا اكون بتكلم معاك بالطريقه دي بس تبقى بتسمعني لو انا ما كنتش لاقي حد يسمعني. لان ناس كتير جدا بتقول لي ان انا دايما بعمل حاجات وعمل فيديوهات وبتكلم كتير وبسمع الناس، يعني بسمع الناس، بتكلم كتير ان انا اسمع الناس، يعني بقول كلام جوه الناس تيجي تحكي لي اسئله وتسالني ومش عارف ايه وارد عليها، لكن مين بيسمعني؟ ناس كتير جدا بتسالني السؤال ده، مش هكدب عليك. اوحش حاجه في الغربه بقى ممكن اقولها لك، ان انت ممكن تحس انك انت حوالين ناس كتير جدا، بس برضه حاسس انك انت لوحدك ومش عارف تتبسط. مفيش حاجه تبسط، مش هكدب عليك. يعني حتى الاوقات اللي بتبقى خارج فيها مع ناس تبقى بتعمل حاجه، انت نفسك حاسس اني يعني الوقت هيعدي، هترجع لنفس الحته، لنفس الشخص اللي كنت فيه تاني. المهم خلينا نكمل القصه. انا كنت عايش مع بكيزه وزغلول زي ما قلت، كنت ما بعملش اي حاجه غير ان انا بشتغل يعني. من الشغل للبيت، من البيت للشغل. هو الكلام ده حصل من شهر يمكن 10 او 11. انا كنت بنزل فيديوهات وبعمل فيديوهات، كنت بحاول بقدر الامكان ان انا ما اقصرش في مواقع التواصل الاجتماعي في كل البرامج. جيت على شهر 11 او 10 قررت، ويا رب القرار ده طبعا اكيد طبعا القرار ده ربنا هيجازيني عليه، ان انا ما استخدمش اي موسيقى غير تكون معموله بالبق، او يا اما الساوند افكتس اللي هي الحاجات اللي بتتعمل بالكمبيوتر، ما بتتعملش بآلة موسيقيه، علشان خاطر يعني الموسيقى حرام وكده والكلام ده. فمن ساعه ما بدات ان انا اشيل الاغاني من على فيديوهاتي او الميوزك باك جراوند والحاجات دي، الفيوز نزلت الارض. يعني بص كنت فين وبقيت فين بجد، مش هكدب عليك. والفولورز كل حاجه وقفت. يعني انا ما شاء الله الحمد لله كنت دايما في رتم الفولورز على طول، كل يوم بزيد بالارقام، واكيد بتقل، بس ما كانش انك تقل اكتر من انك تزيد، او مثلا انك تلاقي نفسك بتقل كتير قوي 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 بجد، يعني بال10,000 مثلا في ال4 شهور او ال3 شهور. ده اللي بدا يحصل من ساعه ما بدات ان انا اشيل الموسيقى من على الفيديوهات، لاني انا كمان رجعت اشيل كل الفيديوهات اللي كانت عندي، شلت كل حاجه كان فيها اغاني. فلما شلت الحاجات دي كانت بتتشير على طول، الناس ما بقتش بتشوفها، ما بقتش بتعمل لها شير، فكل حاجه نزلت الارض، مش هكدب عشان اكون صريح. والحمد لله يعني اللهم الثبات، ان الواحد حتى ما قررش ان هو ده الموسيقى هي اللي كانت لعبة دور كبير، نرجع تاني للموسيقى. طبعا الشيطان بيلعب الادوار دي كتير جدا، ولكن الحمد لله يعني ما فكرش ابدا ان انا اعمل حاجه زي دي، او ان انا ارجع انزل اي حاجه تاني باغاني او الكلام ده، الحمد لله يعني. فبس دي حاجه من الحاجات اللي كانت مضايقاني جدا جدا جدا، ان انا كنت وسط الشغل، ان انا كنت بشتغل 24 ساعه، في ال 24 ساعه ما بنامش غير 6 ساعات 5 ساعات. الحاجه الوحيده اللي بعملها نفسي في اليوم ان انا بروح الجيم بس، يعني بخلص الجيم اروح شغل، خلص الشغل ارجع اقعد اعمل اديت او اصور فيديوهات ساعتين بس، اروح نازل مكمل شغل لحد 10، ارجع اكمل نفس الروتين ده كل يوم من شهر 10 او 11 لحد يومنا هذا. بس انت تخيل واحد هو ده يومه. فالوقت الراحه بتاعي كنت بديه للفيديوهات والحاجات دي، بس ما كانش فيها اي مردود، وكنت بلاقي نفسي بنزل. فاكيد ده كان بالنسبه لي احباط اكتر بكتير، مش هكدب عليك. فالدنيا ما كانتش الطف حاجه.
مش هكدب عليك بصراحه، كنت حاسس دايما اني كل حاجه تقيله على قلبي، كل حاجه بعملها، ان انا شخص فاهم مستني الايام تعدي وخلاص بقى، اللي يحصل يحصل، خلينا انقل وبعدين اشوف وقتها هيحصل ايه. يعني تخيل كده انت كل يوم تبقى راجع البيت عارف ان محدش مستنيك ولا اصحاب ولا اي حاجه، طب حد تخرج معاه، طب كذا. كانت دي ايامي يعني. وحته حتى ان انا انقل واغير البيت دلوقتي حالا، يعني كانت ممكن لسه تحصل بعد اكتر من وقت، يعني بعد وقت طويل قوي، يعني مش حتى دلوقتي. يعني هي كانت بسبب الظروف والكلام ده كله، كنت ممكن انقل على شهر 10 الجاي، شهر 9 اصلا. بس خلاص ان هو عارف انت، كنت خلاص يعني انا مش هقدر استحمل اكتر من كده، مش هقدر استحمل الظروف دي. لازم نعمل اي حاجه. فبقيت بشتغل اكتر، فاهم؟ انت ممكن تبقى قاعد مستني حد يقولك عامل ايه، بس انت مش لاقي حد، حتى اصحابك. بفرق الوقت والكلام ده كله، لو هم عايشين في بلد تانية الموضوع صعب انك حتى يوصلوا لك وتوصل لهم، ولما توصل لهم بيكون خلاص شغف الكلام راح اصلا. فالناس اللي هنا ما عندهمش غير حياتهم وشغلهم وجروباتهم واصحابهم اللي على قدهم وبس. فانا مش انا مش موجود. فالواحد مش هكدب عليك كان دايما حاسس ان هو وحيد كده لوحده، ودي حاجه تكسر واحد بجد من جواه، ان هو يحس ان هو معهوش حد، وحتى يعني الامر صعب. فحته انك انت تمشي وتسيب مكانك او تسيب اهلك بالذات، فكر فيه كتير اول ما تعمل كده. يعني بص، انا هاخدها من واحد بقاله قد ايه متغرب، مش هقول لك 6 7، لا انا متغرب من وانا عندي 16 سنه. يعني من وانا عندي 19 او 18 سنه انا بسافر وبروح جامعه وبرجع. كنت بشوف اهلي في شهر، اسبوعين كده، ودلوقتي حالا ما بشوفهمش بالسنين. فالموضوع مش حلو. فكر فيه كويس جدا قبل ما تعمله، حتى لو انت زعلان فكر فيه كويس، عشان الزعل اللي بعديه وانت لوحدك هيبقى اكبر، وهتتمنى انك انت ترجع للنقطه اللي كنت فيها احسن. على الاقل كانت في حاجه بتطيب الخاطر. فانا كل يوم كنت بحس ان انا بفقد كل شيء. مش عايز اقولك ان انا بفقد الشغف، عشان انا بكره كلمه فقدان الشغف ده، عشان الشغف ده انا شايف ان هي حاجه انت بتتحكم فيها. فانا كنت بفقد كل شيء انا كنت بحبه مثلا او كنت بحلم بيه. تمام، مش هكدب عليك، انا يمكن الحاجه الوحيده اللي كانت بتحسسني ان انا بعمل حاجه او ان انا مبسوط او ان انا سعيد وبتخرجني من اللي انا فيه، ان انا اصور، اعمل مونتاج، اعمل فيديوهات. وانا ما كنتش دايما بفكر في الحاجه دي كمردود، على قد ما كنت بفكر فيها قد ايه انا بحبها، بحب الموضوع ده جدا. فما بالك بقى ان انا بدات الحاجه اللي كنت بحبها. انا بص انا قررت ان انا اعمل فيديوهات، مش فاكر من وانا عندي كام سنه، بس يعني من قبل الجامعه، وكان ممكن ثانويه عامه او قبل الثانويه بشويه. كنت واخد الموضوع ده عن حب، يعني كنت حابه جدا لدرجه ان انا كنت درجاتي الحمد لله كانت حلوه. بعد ما حصل بقى، بس قررت ان انا يعني كنت عايز نفسي اخش اعلام، عارف؟ بس درجاتك تخليك تخش هندسه، فدي ما تخش هندسه، فاهمني؟ فهي دي كانت الفكره يعني. بس عموما انا بحب ان انا اعمل فيديوهات، مفيش حاجه معينه، بس بحب ان انا اعمل فيديوهات، اديت، مونتاج، اتعلم الحاجات دي، اتعلم فيها كل حاجه. وممكن اكتر حاجات اللي نفسي اتعلمها ان انا اتعلم التصوير، الفيديوهات والافلام والكلام ده، واظبط بقى الانوار والحاجات دي. بس يلا الزمن دايس علينا جامد قوي. وكنت بحب الكوره بس يلا، كنت لعيب كبير بس يلا، الحمد لله. الاستريمات، التصوير، المونتاج، فكره ان في حد بيسمعك ومستني منك حاجه تنزلها، دي كنت شايفها على طول قبل ما اقرر ان انا اشيل الموسيقى. بس زي ما بقول لك، فجاه كل حاجه اتغيرت بشكل غريب، والتفاعل اختفى. الناس مش عارف هل بطلت تشوفني زي الاول مثلا. وطبعا في ناس هتيجي تقول لك يا استاذ موك، دي مجرد ارقام. بس مش هكدب عليك، يمكن دي الحاجه او الارقام دي الحاجه الوحيده اللي كانت محسساني ان تعبي او في حاجه من اللي انا بتعب فيها الناس شايفاها او ليها معنى. كنت بقعد ابص للفيديو والله العظيم قبل ما انزله، اقول هنزله ليه؟ هيفرق في ايه؟ ما هو هيفضل نفس الحاجه اللي انا بشوفها، وفي حاجات كتير عجباك فيه وتعبت عشان تعمل فيه حاجات كتير، وفي الاخر هتزعل لو نزلته، هتندم ان انت عملته اصلا. فاهم اللي هو بيجي لك احساس ان محدش هيهتم، ولو حد اهتم مش هيقولك، لو حد اهتم مش هيبين لك اهتمامه باللي انت بتعمله. هي دي اكتر حاجه كانت بتخليني افكر ان انا ابطل او ان انا ابعد. وكنت بفكر ابطل خالص يعني، فاهم؟ اللي هو خلاص ما جاتش بقى على ده كمان. يعني انت في حاجات كتير جدا كنت بتتمنى تعملها، للاسف الدنيا ما خلتكش تعملها، ويعني ايه، قدر ربنا وارضى باللي ربنا قسمه ليك، فشكلها دي كمان، فاهم؟ فخلاص بقى فكك. فبقيت باجي اصور ببص للكاميرا كده، هو انا اول مره اشوفك ولا ايه؟ مش عارف اتعامل معاها بجد. كنت بسال نفسي، طب هو انا لسه بحب الحاجه دي اللي انا مثلا كنت متعلق بيها وخلاص، وكانت مجرد وقت وهيروح؟ تخيل
بعد كل الوقت ده، بقول لك قبل الثانويه عامه. الاسوأ بقى من ده كله ان انت حلم من احلامك والحاجات اللي كنت بتعملها بدأ يتلاشى ويروح منك ويبعد. كمان الدنيا دايسه عليك، كمان الدنيا دايسه عليك بشكل عارف مش طبيعي، يعني حاجه في قمه. يعني حتى من كتر ما هي كانت صعبه كنت عايز اقول لك ولا حاجه، ولا حاجه مني، حاجات ما بتشرحش والله. فانا بقى كنت واحد اصحى اشتغل، ارجع اكل، اقعد شويه كده باصص للسقف، انزل اشتغل، ارجع اكل، انام، اصحى اروح الجيم. كنت بنزل الجيم الصبح كده. ده كان يومي وانا مش بعمل سوشيال ميديا. وبعدين جه بقى انا بقى لي يمكن هنا اسبوع او اسبوع وكام يوم، جه بقى موضوع النقل بقى، فاهم؟ خلاص بقى انت قررت تنقل، فنقلت. وانت بتنقل بقى يا باشا معكش حد برضه. يا عارف بقى الصراعات اللي الواحد بيصارعها وهو بيعمل حاجه لوحده، لما تبقى بتشيل حاجه كده وزعلان قوي على نفسك، صعبان عليك نفسك قوي. هي دي الفكره يعني، الموضوع صعب. يا الله مش عارف اشرحها لك ازاي، بس يعني كانت كده فاهم. وانا بقى ما نقلتش مره، انا نقلت 5 6، نقلت كتير قوي قوي. فبقى مع الحاجات دي الواحد بدأ ينسى. بقيت انسى نفسي والله، خلاص انا ما اعرفش انا كنت بعمل ايه، نسيت الحاجات اللي كنت بحبها. حتى الكوره بقيت بنسى ماتشات، مع اني اكون قاعد ومرتب في ماتش حلو قوي هتفرج عليه مش عارف ايه، ولا الشغل لهاني ونسيت. ودي الحاجه اللي ممكن تكون بتسليك يعني. وكان بيبقى نفسك ان في حد يبقى في حياتك يفكرك، فاكر طب بتيجي تعمل كذا، طب عشان خاطر يعني يتحايل عليك شويه، مفيش. فانا بقى ايه يعني، زي بقول لك كده، نسيت الشخص اللي كان بيقعد يفتح استريمات وكان بيجري على الكاميرا عشان يصور حاجه، كان بيلاقي شغف الناس كده وفي حاجات كتير بتحصل، فهوب يلا بسرعه لازم، ده في ناس مستنيينك، هوب كده فاهم. نسيت الشخص ده خالص 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 بالكامل يعني تخيل كده والله، كانت ساعات بتجيلي افكار وانا قايم اصلي الفجر، يقعد اكتبها واخد 10 دقايق ربع ساعه يصورها. انا كنت ده دلوقتي حالا ما بقتش يعني فاهم، تيجي حاجه في بالي انا كنت افكر فيه اصلا غير ان الشغل محتاج تجيب الفلوس اللي كذا عشان خاطر كذا. بس مش هكدب عليك يعني، تيجي تقول لي هو حد ليه ذنب؟ لا، هو ذنب ذنبي. ايه الذنب ذنبي؟ لان انا اللي قتلت الحاجه دي بايدي يعني. هو دايما كنت انا اللي بدي شغف للناس، وانا اللي فاهم بقول للناس ان انتوا تقدروا تعملوا اي حاجه، وبسبورت كل اللي حواليا. بس ما كنتش اتوقع ابدا ان انا مش هعرف اعمل ده مع نفسي بصراحه. فالذنب ذنبي لان كل حاجه كانت بايدي انا، وانا اللي رميتها يعني. بس مش هكدب عليك، هو كله بسبب الضغط يعني. الواحد بجد لما بيتضغط صدقني ده اللي بيحصل. واتمنى انك انت لو شفت حد في حياتك حسيت ان هو روتينه كده في يومه ثابت بالكامل، اعرف ان هو مضغوط، ان حياته مش حلوه خالص، وانه جواه كلام كتير جدا نفسه حد يسمعه بس مش عارف يشرحه. مش عارف، هو مش وقت النصايح، المفروض ان انا بحكي لك قصتي انا بس، ماشي. بقيت شغال على طول الوقت عشان احاول اجمع فلوس على قد ما اقدر، عشان اعوض حاجات كتير كانت بتحصل ولسه بتحصل وهتحصل. وهي دي بقى المسؤوليه بقى والظروف وكده. اللي يزعلك بقى ان انت كنت ساعات بدأت تشتغل، وفي ناس في حياتك ساعات المفروض ان هم يشوفوا ده يكونوا بيعملوا كذا كذا كذا، بس كنتش تعرف، ما كنتش حاسس ان في حد شايف انت مسحول ازاي طول اليوم. وهل في حد اصلا طب يزقك للي انت بتعمله لو شافك محبط او كذا ويفضل وراك بالجزمه فاهم، بيفضل وراك كده ويحاول بقى معاك ان هو مثلا يجيب لك افكار، يعرف الناس، يقول للناس اي حاجه، يروح يكلم حد، يروح يقول لحد كذا، تلاقي حد بيجري ورا الحاجه اللي انت بتعملها اكتر منك. لا ما فيش، صعب قليل. مش هقول لك يعني لما رحم ربي يبقى في ناس كده، بس ايه فاهم. مش هكدب عليك كمان، حتى انا حسيت ان انا لما بعدت الاسبوعين دول الناس اللي في حياتي they got used to it you know، يعني اخدوا على الوضع، ما حسوش ان انت الحاجه دي كنت بتعملها بقالك كتير، ده انت بطلت بقالك اسبوعين مش ناوي ترجع بقى، انت كده ما ينفعش. هو المفروض اصلا الناس اللي حواليك لو شايفين ده او شايفين ده شغف فيك او حب، ما ينفعش يسيبوك تبعد يوم وفضلوا وراك من يوم اول يوم. لا، هو ازاي تعمل كده اصلا؟ اول ما تعمل دي اكتيفيتي يرجعوك. بس للاسف انا حسيت كل اللي حواليا كله كاملا، انا مش هكدب عليك حتى يعني اهلي، ان هو الموضوع ده اتس اوكي مش هكدب عليك، في حاجات كتير يعني ما تزعلش مني، او انت لو حد تعرفني كويس او ما تزعلش مني في اللي انا بقوله. انا بقول حاجه جوايا شايلها جوايا قوي يعني، في حاجات كتير جدا ممكن ما كنتش اصلا بقولها، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اتكلم بطريقه رزينه، عشان انا مش كاتب، انا بتكلم معاك من دماغي، مش مرتب لحاجه، مفيش قدامي سكريبت يعني.
فتخيل معايا ان انت كل يوم بالمنظر ده بقى مسحول في اليوم كله في الحياة كده، متداس عليك اليوم كله، مفيش دقيقة لنفسك، مفيش دقيقة لنفسك. انا والله كنت باكل في 5 دقايق طبق رز وفراخ. تخيل كده انت 5 دقايق بتاكل طبق رز وفراخ عشان خاطر تلحق تنزل الشغل، عشان خاطر اللي وراك، عشان مفيش وقت. 5 دقايق بالظبط كنت بتبقى في الشارع. الحاجة الوحيدة اللي كانت لنفسي في اليوم هي حاجتين: الجيم والنوم. وما بالك بقى بعد كل الوقت ده تحس انك انت ما بتعملش اي حاجة برضه. وساعات الناس اللي في حياتك بيحسوك ان انت اللي انت فيه ده قشطة بيس عادي، قشطة خالص يعني. وطبعا كنت كل شوية بسأل نفسي، هو انت بتعمل ده كله ليه؟ طب فين الحياة؟ فين الراحة؟ ليه الحاجات اللي بقالك كتير بتعملها وبتحلم بيها بقت حمل عليك؟ انا واحد بقالي كتير بحاول انجح في الحاجة اللي بحبها، بحاول اقدم على قد ما اقدر حاجة نظيفة وحاجة ما تزعلش ربنا، حاجة فيها فايدة للناس، مش مجرد اي هري او لفت انتباه زي ما انت عارف اللي بيحصل في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني احنا عارفين جدا جدا ان الواحد لو حب يعمل الحاجات دي وهو كمان عنده ارقام شوية هيبقى سهل انه يطير، بس انا الحمد لله ببعد عن كل ده. مع ذلك برضو كنت بحس ان الدنيا مقفلة، فكل حاجة مقفلة، مفيش مردود نفسي ولا مادي، ده اللي بيدشدش الواحد اكتر. طب ما انت ما فيش حاجه، انت محتاج تجيب فلوس، فهتعمل ايه؟ انت دي حاجه بتحلم بيها، انت دي حاجه بتحبها، بس بتدكش حاجه، فانت لازم تقوم تعمل اللي بيديك حتى لو قاسي عليك. صح انك برضو بتبقى تحاول في الصح وتحاول تعمل الصح وبرضو تايه، وبرضو تسأل نفسك ليه كل حاجه ماشيه بالعافيه؟ ليه كل ما واحد يقرب من حاجه هو بيحبها او حلم يلاقيه بس خطوه كده يروح يبعد عنه خالص؟ وفوق كل ده بقى يطلع لك بقى انك تنقل موضوع النقل وتشيل وتحطه لوحدك. كل مره كنت بنقل فيها كنت بقعد اقول لنفسي، بقول لك ايه، اخر مره هتحس الاحساس المقرف ده واعيده تاني. واللي نقل بقى قبل كده مش مره، مرات كتير زي كده، اكيد عارف قد ايه، والله مره واحده ايه هتعرفك قد ايه النقل ده بيهد الحيل. فما بالك بقى لوحدك؟ يعني حتى مثلا حد يجي يقول لك سيب دي عليا، طب سيب الشويه دول انا هبقى اجيبهم لك، لا، شيلتك لوحدك، كله على دماغك. والفكرة بقى كلها طبعا اكيد انت فاهم، بعد كل اللي بيحصل معاك ده هتيجي تقول لي انت بترجع تعبان جسمانيا. انا والله كنت تعبان جسمانيا، مش ببقى قادر اتحرك، بس ببقى عارف ان انا لازم تاني يوم اقوم اكمل شغل. يعني تخيل انت ما بالك في النقل والحاجات دي كلها، انا ما خدتش غير من الشغل بريك غير يوم النقل، وبعده بيوم ما قدرتش اقوم الصبح اروح الجيم واشتغل، بدأت اشتغل من بالليل تاني يوم. ما ينفعش. كنت كل مره بعد اقول بقى انا هرتب حياتي من اول وجديد. يعني حتى دلوقتي انا ممكن تلاقي كلامي ملخبط وبعيد كلامي في حاجات كتير عشان مش عارف اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه ولا حصل ايه ولا قصه ايه ولا بتاعي، بجد والله ما قادر. مش يعني كل شويه افتكر حاجه تضايق فاوقف كلام، اقعد اقول هقولها ازاي، طب باني طريقه، فكك ما تقولهاش خالص حتى. المهم يعني كان دايما احساس التعب ده موجود، مش احساس بقى جسماني مش قوي، بس مش هكدب عليك الاحساس النفسي، نفسية الواحد بس هي اكتر حاجة كانت تحت الصفر. يعني ان الواحد يرجع لنقطة دي من في يوم من الايام، كنت برجع لها زمان مش هكدب عليك كتير، عادي احنا بشر، بس الواحد كان بيرجع لها هو حواليه ناس. بس للاسف اول مرة ترجع لها وانت لوحدك، فاهم، بالكامل كده، تحاول على قد ما تقدر تحس بالامان بس بتعرفش. فوق كل ده بقى يعني ربنا يبعد عنكم الموضوع ده، انك انت تخسر فلوس بشكل كبير في وقت فظيع، وتبقى في حاجة كتير جدا غريبة بتحصل في حياتك من ناحية الفلوس، انك تكون بتخسر فلوس بشكل ما يتوصفش، تبقى مضطر عشان خاطر تشتغل، انت لازم تدفع ده عشان تشتغل، فاهم، تخسر فلوس على قد ما انت بتشتغل واكتر، ومش عارف تعمل ايه، ونفسك تنجح في حاجة مش عارف تنجح فيها. يعني وبجد خسارات الفلوس اللي كنت بخسرها خسارات كفيلة ما اعرفش والله، مش نفسي اشرح لك والله مش عارف. والفكره كلها مش هكدب عليك والله، انا كنت بقعد بكلم يعني بتكلم مع اهلي، اتكلم مع اي حد ما ببينلوش ده خالص، ببين له قد ايه الدنيا زي الفل، ولو حد طلب مني حاجه بديله، لو المفروض اجيب حاجه بعملها، ولو المفروض بدفع، بس انا اللي بشيل كل الهموم دي، ما بعرفش انام اصلا. يعني تخيل بقول لك ان انا كنت بنام 6 5 ساعات، ال6 5 ساعات دول انا كنت بقعدهم افكر فيهم طول الليل وانا نايم بحلم انا هعمل ايه في اللي انا فيه. وبجد كانت اكتر حاجه مضايقاني هو الحاجه اللي انا كنت بحبها وبدات اسيبها عشان مش شايف فيها مردود ولا شايف فيها حاجه. هو مش هكدب عليك، انا ما اعرفش اصلا اللي انا بصوره ده هل حد هيشوفه ولا لا، تزعلش مني لو انت بتشوفه يعني. ما بالك بقى ان انا شخص
يعني بص وصلت معايا لمرحله ايه، انا واحد الناس اللي تعرفني من زمان كنت بكره حاجه اسمها قطط، بكرههم، ما بحبهمش خالص. تخيل ان انا جبت قطه بجد والله، قاعد بره يعني بص مش مدخله معايا عشان الاسلاك ولسه ما ظبطتش الدنيا، عشان خايف يكسر لي حاجه ولا يشد سلك يوقع الشاشات. وزي ما انت شايف انا بص يعني علقت اباجوره واحده، علقتش كل اللي انت عارفه، لسه في حاجات كتير محتاج اعملها وما عنديش وقت ان انا اعمل. يعني بص انا بصور لك الفيديو ده بين وقت الشغل والله، يعني الساعتين انا المفروض نص ساعه انزل اشتغل، بحاول اخلص الفيديو عشان الحق اريح لي كده 10 دقايق ربع ساعه بالمنزل ده، لو لحقت لو لحقت اكمل الفيديو اقعد. فكل شويه بعمل حاجه يعني، فلو لقيتني علقت وكذا اعرف ان انا يعني الساعتين اللي كنت باخدهم بريك خلصت كل حاجه. بس يا رب ما كروتش يعني، واحاول اظبط الانوار عشان نفسي اتعلم ازاي اظبط تصوير يبقى سينماتيك شويه. للاسف ماتش الزمالك شغال جنبي، خسر الكونفدراليه، والله صعبوا عليا المصريين الزملكاويه مع اني اهلاوي، بس يعني كان نفسي يفرحوا، بس يلا حصل خير قدر الله مش هفعل. ان شاء الله الاهلي ياخد الدوري، وانا عارف ان ده مش ان شاء الله خير ان شاء الله. يعني بص انا كانوا يكسبوا الكونفدراليه بس الاهلي يخسر الدوري. بص انا خدتك في ايه، بص انا واحد بص قاعد بتكلم معاك في ايه دلوقتي حالا، كلمتك في ايه، بص والله عمال افكر اصلا انا هنزل اشتغل، يا رب ربنا يسترها علينا يعني فاهم. فالمهم يعني انا جبت قطه ولا حتى عارف ازاي بربيها ولا بعمل لها، اشتريت لها كل حاجه وخسرت فلوس قد كده عشان خاطرها. ودلوقتي حالا مش فاهم اي حاجه، يعني حاسس ان انا جاي لي احساس كده ان لو مفيش حد جه عاش معايا وخد باله منها انا هزهق. بس انا جبتها عشان ما احسش ان انا لوحدي، قلت كده كفايه بقى يعني خلاص. انت كل مره بتنقل بتبقى لوحدك، المره دي لا ما تعملش كده يعني والله بجد، ان هو ايه ترجع البيت على الاقل تلاقي في اي صوت، في اي حاجه بتتخانق معاها، وسع يالا عشان هو ولد امشي بعيد عني كده فاهم، اي حاجه. والله ممكن الناس تضحك عليك على اللي انت بتقوله، بس انا والله ساعات وانا قاعد باكل بلاقيه راح على الاكل اللي انا حاطه له قاعد ياكل، حتى لو هو كان لسه واكل من شويه عشان ما يسيبنيش اكل لوحدي. فقلت اهو يعني حد بيقعد ياكل معايا، اي روح صغيره ماشيه في البيت وانت قاعد. فانصحك يعني لو انت زي كده ولوحدك بقالك كتير، هات لك قطه حتى لو بتحبهاش، ممكن مع الوقت تحبها، بس هتحتاج تستنى ان هو يكبر عشان هو ده بيجنني بصراحه، بيلعب كتير فبيجري 24 ساعه، فبقفل الباب عليا وانا نايم، بقدرش ادخله الاوضه وانا نايم. بس لما يكبر اتوقع هيبقى هادي شويه، فممكن تدخله الاوضه هيبقى بيمشي بشويش، ينط جنبك ينام، لكن مش هيجننك وانت نايم. فاستناه يكبر يعني لو جبت حاجه صغيره. فانا حسيت اني اصعب حاجه بقى في كل اللي الواحد فيه ده، انه الواحد مع الوقت يحس ان هو اختفى، وغير كده كمان ان ما يحسش ان اللي حواليه ملاحظين اختفائه ده. طب ايه مبرراتك؟ طب ايه اللي بيحصل معاه؟ طب هو اول مره نشوفه كده؟ طب هل ده طبيعي؟ الانسان ده عمره ما كان بيوصل للي احنا شفناه ده، اكيد في حاجه غلط. محدش سأل طب في ايه؟ طيب ولما وفي ممكن اقولك ان الناس عرفوا، ربنا معاك ان شاء الله خير هتعدي. يعني في طبعا بعض المشاكل الشخصيه مش لازم نحكي فيها، بس يمكن دي برضو كانت من اكتر المشاكل اللي مخلياني مش عارف اعمل ايه في حياتي. وممكن اولهم، مش هقولك اكتر المشاكل، هي اولهم يعني بعدها السوشيال ميديا. بس هي الامور بدات تتحسن دلوقتي حالا شويه، فادعوا لنا يعني، ادعوا ان الواحد ربنا يتمم له على خير ويكتب له اللي فيه الخير يعني، بدون شرح كبير، لان الموضوع ده حتى كمان يعني بص كل اللي قلته لك وتخيل ده بقى قاعد اشرحه لك واشرح لك اللي بيحصل فيه بقى بالتفصيل مثلا، مع انها امور شخصيه. انت مش عارف، مش عايز اقول لك هصعب عليك والله، بس هتستغرب ان الانسان ده اصلا لسه ازاي واقف قاعد قدامي كده بيتكلم وبيصور، وشويه هينزل يكمل شغل، وكل ده موجود ولسه في حاجات ما حكيتهاش فاهم. فانا مش عارف، انا وصلت لمرحله مخيفه جدا مع نفسي. يمكن دي الحاجه اللي خلتني اقول لا لازم تشغل نفسك، على الاقل لو هترجع وهتلاقي برضو انت في انا بقول لك تخيل ان انا قفلت الاكونتس، رجعت لقيت نفسي نازل 3000 4000 وانا قافل، قلت مش مهم، على الاقل حاجه تكون بتشغلك شويه عشان الافكار المرعبه اللي تيجي في دماغك دي تبعد. لاني انا وقتها والله مبقتش شايف معنى اي حاجه، خلاص كل حاجه كنت عايزها بح الواحد اللي هو ايه. فانا كان دايما احساسي ان انا لو اللي هو ايه بح دي، ان انا كنت لما بكمل اليوم ده انجاز بالنسبه لي. وكمان بقى يعني عايز اقول لك على حاجه، انا والله كان بيعدي عليا ايام بالنسبه للاكل، عشان في ناس بتقول لك انا كنت متعود والله، كان عندي روتين اكل، وكانت الناس لو تشوفني زمان من سنه كده وانا عايش في البيت الاول كانت بتشوفني باكل اكل معين وبنظم اكلي ومش عارف ايه. انا بعد ما نقلت
يمكن ما حطيتش بروتين لحد النهارده في بقي، ما اكلتش اي حاجه فيها بروتين، اي حاجه فيها بروتين ما اكلتهاش. مش ما عنديش وقت. تخيل كده بنظم في البيت وبروح الجيم وبشتغل، ما عنديش وقت ان انا اقف اعمل اكل. باكل بسكوت، باكل موز، باكل ساندوتش كده، فاهم، توست. ساعات كده بيجي عليك اوقات الدنيا بتبقى بايظه وصعبه ولازم تشد حيلك. مش عارف انا بقول لك الحته دي ليه، بس يعني عايز اعرفك ان ايه، ان الاكل مش كل حاجه، ومش الاكل هو الحل زي ما الناس تقول لك ان بقى اللي ايه، اللي بيزعلوا بيتضايقوا بيكتئبوا بيتجهوا في بعض الناس بيتجهوا للاكل. ولكن انا ما لقيتش ده فيا خالص. انا ببعد عن الاكل لما ببقى مش تمام يعني، وبكسل ان انا اعمله، او مش بكسل، بحب انا حوار الاكل ده. بس دلوقتي حالا ما بقاش فيه طاقه خالص، وما بقاش فيه وقت. هي اكتر حاجه دلوقتي حالا بجد، مش هكدب عليك، مش موجوده. مش عارف الاقي وقت لنفسي خالص. يا رب اعمل اللي انا عايزه، انجح في اللي انا فيه عشان خاطر الاقي وقت ليا، والاقي وقت ليا ليكو. يعني تخيل ان انا بحاول، يعني بقول لك انا عايز وقت ليا عشان خاطر اقعد اعمل فيديوهات، عشان خاطر اقدم لك حاجه. تخيل وقت انا بديه لك انت برضو، يعني هو برضو مش هيبقى ليا. تخيل. بس يعني حبيت اقول لك دي كمان. فموضوع الجامعه، موضوع الاكل، انا لما كنت قاعد عند بكيزه وزغلول كنت باكل. بس تخيل كده انت بقى عايش مع ناس ما ينفعش تتكلم معاهم في اي حاجه. يعني ما ينفعش تتكلم معاهم في الاكل اللي بيتعمل، في اي حاجه ما ينفعش تقول لهم انا عايز اكل كذا. انا كنت برضو من شهر 10 باكل الحاجه اللي بتتعمل مهما كانت ايه، لازم تاكلها، ما ينفعش تتكلم عشان عيب، انت قاعد مع الناس والكلام ده كله، فهتقول ايه. فدي حاجه تانية. الحمد لله كنت باكل كويس وبشرب كويس. مش هكدب، بس ما اكيد طبعا ما كنتش باكل الحاجات اللي انا عايزها دايما، بس كنت بقول الحمد لله طبعا، الحمد لله طبعا، الحمد لله، الحمد لله. انا كنت احسن من ناس كتير جدا. بس انت فاهم قصدي، فاهم الوضع، فاهم الفكره، فاهم اللي انا عايز اوصله لك، فاهم الاربع حيطان، نفس المكان، 5 6 7 8 شهور كده، نفس الاكل، نفس الروتين، نفس الشخص اللي بيقوم يصحى، جامعه ساعتين، في الاخر مفيش حد يطبطب عليك، فيش حد يطبطب عليك، او حدش يعني ممكن يقول لك فيه شويه. بس ساعات بتحس ان محدش حاسس بيك، ساعات بتحس انك انت بتعملش اي حاجه، ساعات بتحس ان اللي حواليك مش حاسين ان انت مضغوط، ان انت لا، ايه ده ازاي انت بتعمل ده كله اصلا. يعني اللي قدامك يبقى مستغرب هو ازاي شايل ده كله، ازاي بيعمل. مفيش. بقيت بحس ان انا بعمله ده طبيعي. اي انسان ممكن يعمل اللي انت بتعمله ده عادي، او يستحمل. مش هقول لك يعمله عادي، اي حد ممكن يعمله ماشي، بس يستحمل كده، يستحمل الحياه دي او العيشه دي. بس يلا ان شاء الله نفرح بالتخرج. مش عارف، بس اكيد هتعرف ان انا اكيد هتشوف صور ليا، الله اعلم حتى. هو قريب، قريب. مش عارف اروح مع حد ولا لا، بس هو قريب. الحمد لله طبعا، نقول ربنا والايمان الواحد بربنا. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يثبتنا. يعني كان زمان الواحد مش بيصور لك الفيديو ده بجد، والله مجيبش عليك بجد يعني. بس الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ان الافكار السوداويه دي الواحد بيتغلب عليها جدا 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 بسبب ايمان بربنا. يعني الحمد لله، ربنا يثبتنا يعني. واقول لك بكل صراحه، انت يمكن اول مره هتسمع مني الكلام ده بصوت عالي. فيديوهاتي دايما كنت بتكلم بشكل عام عن الناس، وكان عمري ما حكيت لي عنك، عمري ما حكيت لك عني، عمري ما حكيت لك حاجات بتحصل عندي، قصص ليا انا. كنت ممكن احكي لك قصه كده عابره وراها فيديو 20 30 ثانيه، 10 ثواني، بطلع لك حاجه جوايا انا اصلا اوريدي عديتها وتعافيت منها. كل فيديوهاتي اللي انا بنزلها لك دي صدقني ده انا اوريدي اتعافيت منه. يعني انا ما بنزلكش فيديو مثلا زعلان فيه غير وانا بقول لك انا عملت، انا حصل لي ايه، فطلعت اللي جوايا وسمعتك ان انت مش لوحدك، وان مش ده بس حصل معاك. بس صدقني انا وانت بنكون خلاص عدينا بيه. وانت لما بتسمعني بقوله وتلاقي حد شبهك تقول انا مش لوحدي، فخلاص بتبقى احسن. لكن انا بقول دلوقتي حالا انت يمكن اول مره تسمعه، وفي كتير والله العظيم يعني. او انت شايف ان انا قلت لك حاجات كتير جدا مش تمام، فصدقني الموضوع الشخصي ده لوحده اصلا الحمد لله. فممكن اخر حاجه بقى اقولها عشان انا طولت عليك قوي. يمكن كل اللي بيحصل دلوقتي حالا يبقى ليه معنى، واكيد ليه معنى يمكن انا مش شايفه، ويمكن اكيد طبعا ان شاء الله، ان شاء الله يعني ربنا مخبي الواحد حاجه حلوه. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتخلي الواحد يقوم كل يوم يكمل، عشان عارف ان ربنا لما بيشوف عبده بيسعى مهما كان بيسعى ازاي، بس بحاجه ترضي ربنا، عارف ان هو هيردها له يعني. ويمكن تخيل بقى انا حتى حالا بكلمك بحكي لك الكلام ده كله،
بس عشان احكي لك وتسمعني وتواسيني او تقول لي اي حاجه لو انت اصلا وصلت لهنا او انت بتسمعني. والله انا بحكي كل الكلام ده بحاول يعني احسس حد ان هو مش لوحده، وان ممكن يكون الدنيا كلها بجد دايسه عليه، وان هو بيعافر في حاجات كتير، وان ممكن يكون بيعافر جدا 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 عشان اللي حواليه ياخدوا بالهم، برضه محدش واخد باله، برضه محدش بيطبطب عليه، برضه اللي حواليه كلهم شايفين كل اللي هو بيعمله ده عادي ومش كفايه، مع انه بجد الدنيا بتبقى دايسه عليه. ف والله انا بعمل يعني بس بقول الكلام ده عشان مش عايز اي حد يكون بيحصل معاه كده يحس ان هو لوحده. فانت مش لوحدك خالص، انا معاك اهو، واحنا الاتنين بنعاني. وغير كده كمان انا عارف ان انت ممكن تكون باين قوي جدا قدام الناس بشكل ما يتوصفش، وفي نفس الوقت انت اصلا مهلوك من الدنيا وجواك كلام، يعني فاهم، يعني انت متدمر اكتر من الكل بس محدش يعرف. ومش هكدب عليك، يعني انا صورت لك كل ده وانت ممكن تقول انت جيت صورت لنا بقى بعد ما بقيت تمام ده زفر. لا خالص، مش كويس. لسه لسه بجد مش عارف هيبقى امتى يعني، وحتى مش عارف هل هختفي تاني ولا لا، ولا هل هختفي مش هاجي تاني، ولا هل هبطل بقى كل اللي انا بعمله ده ونبقى سيبنا حاجه من الحاجات اللي بجد بقالي فيها كتير قوي 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 قوي. ومن اكتر الحاجات مش هكدب عليك ان انا بحبها في حياتي جدا جدا جدا، ومش عايز منها حاجه، يعني انا بحبها لمجرد ان انا بحبها، مش عايز منها اي مردود. فانت تيجي تقول لي طب انت مش عايز منها مردود، ما بتعملهاش ليه؟ استمر فيها خلاص واعمل حاجه بتحبها. مش قادر يا اسطى، مش لما تبقى مكاني هتفهم يعني إيه انك انت تكون بتتعب في شيء ومش حاسس باي تقدير فيه حتى لو كنت بتحبه. وكمان ان يكون امور حياتك بايظه فانت بتحاول الحاجه اللي بتحبها دي تديك اي حاجه بس انت مش عارف. انا مش هكدب عليك، في ايام بتعدي عليا برضو لسه هكون مش قادر امسك الكاميرا واصور، ولسه عمال الدنيا كلها في الارض وبتنزل، ومش عارف هتفضل تنزل لحد امتى. وطبعا احنا مش هنرجع الموسيقى تاني، وطبعا احنا عارفين من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فان شاء الله يعني ربنا عالم بالواحد وعالم باللي بيعدي بيه يعني. نفسي افتح ستريمات تاني، يعني من اكتر الحاجات اللي نفسي اعملها ان ارجع افتح ستريم. نفسي بجد ارجع اقعد اتكلم مع الناس كده، مش نفسي افضي لك نفسي، والله نفسي ابقى انا الشيء اللي بيسليك طول اليوم. طول اليوم، مش بقولك مش بقولك في وقت من طول اليوم، تخيل اكون بفيدك، يعني مش بسليك ان هو بس بضيع لك وقتك، لا اكون بفيدك طول اليوم. اتكلم عن الكوره شويه، اتكلم عن حاجات دينيه، اتكلم عن حياه وازاي تبقى متفائل وتتعب في مش عارف ايه، والحاجات الفيديوهات اللي انت عارفها دي كده. احزن لك شويه، احكي لك قصص شويه، اعمل نقعد نقرا قرآن. بص نفسي والله من اكتر الحاجات اللي نفسي ابقى بعملها ان انا بص اروح الجيم، اديني انا بس وقت ليا انا الجيم، واجي اقعد اعمل لك فيديوهات ومونتاج وافتح لك ستريم. بس لو فيها مردود اكيد هعملها، لو هي هتخليني اعيش اجيب اكل وشرب هعملها. بس انا بعملها بس هاكل منين بقى؟ فهمت؟ حتى لو سالت الناس، اسالهم بس كده، الناس اللي عندي هيقولك انت لما بتبعتوا له رسائل بيرد، هيقولك لما بتدخلوا ستريم بتكتبوا شات في الشات كده بيتكلم، او بتفتح لايف هيقولك عشان انا بحب الحاجه، مش بعملها لمجرد ان انا بعملها عشان خاطر بقى انا عندي ناس كتير وبكسب فلوس وانت مش عارف انت مين انت، لا انا عشان بحب الحاجه، كمان بحب ارد على الناس قوي، بحب ان هم يكونوا معايا في الحاجه قوي، مش بس كده معايا عندي وخلاص، بحب ان هم يشاركوني كل حاجه، كل ستوري بنزلها الاقيهم معلقين عليها وبرد وبعمل. بحب يشاركوني حياتهم حتى، ولا حتى الشخصيه، مع اني ماليش دعوه، بس اساعدهم وامشي. فانا دلوقتي حالا يمكن بحاول ارجع نفسي واحاول الحق اي حاجه قبل ما اضيع تماما. كل صراحه بجد، انت لو وصلت لهنا اعملي نقطه على الفيديو، اكتب اي حاجه، اكتب اي كومنت، وممكن ما الاقيش اي كومنت فافهم ان ما حدش وصل للحته دي، عادي مش هزعل ما تخافش. بس انت لو وصلت لهنا اكتب اي كومنت، حط نقطه، تعالى كلمني برايفت في انستجرام، عشان هي دي الناس اللي تستاهل ان الواحد يبقى لو ربنا كتب له اللي فيه الخير ووصل لحاجه عاليه قوي. الناس دي عمر ما ينساهم، الناس دي هم بجد اللي هيبقوا معاه، كانوا معاه لما وقع، وهم اللي كانوا معاه على طول. يعني بص انا ممكن اكون بقالي 40 دقيقه نص ساعه، ما اعرفش قد ايه هينزل من الفيديو ده، بس اكيد وقت طويل. فانت لما تكون وصلت لهنا بجد سمعتني لحد الحته دي، فلا بجد يعني انت شخص تستاهل ان انا لو ربنا اكرمني اطلعك معايا، اديك فلوس، والله ما بهزرش، اساعدك باي حاجه. تستاهل ان الواحد يكون، مش عارف اقولها لك ازاي، بس شكرا يعني.
شكرا حتى لو انت بس تسمعني، بس عرفني انك انت سمعتني لحد هنا. ادعي لي وانا كمان هدعي لك. ممكن دعاك ده يكون سبب ان ربنا يهونها على الواحد شويه وتتحسن، وانا كمان هعمل كده صدقني. ولو انت كمان بتحارب لوحدك فانا معاك، واحنا الاتنين بنحارب سوا اي حاجه ولسه مكملين. مش عارف، انا حكيت قصص كتير بس ممكن اكون ما حكيتش عشان كل الافكار في دماغي ومش كاتب حاجه. بحاول اقول لك اي حاجه تيجي في دماغي، وبحاول اقولها بطريقه ما تكونش غلط، وانا بعمل كل حاجه من غير ما انظم. حتى شايف زي ما بقول لك مفيش انوار، مفيش اي حاجه. فان شاء الله يعني، يا رب واحد يرجع واحده واحده وتهون واحده واحده ويوصل مش هكدب عليك، بقولها لك بكل صراحه، ما بين كل الحاجات اللي كنت بحلم بيها نفسي انجح فيها، يمكن دي هتكون اخر حاجه. بعد كده مفيش حاجه تانية، مفيش حاجه تانية افكر فيها وبحلم بيها ونفسي انجح فيها. خلاص، ما بكدبش عليك. يمكن دي الحاجه اللي تخليني ابص لحاجات تانية بعدين، او هفكر ان انا انجح في حاجه، اعمل بيزنس، اعمل مشروع، مش عارف ايه الكلام ده كله. بس يعني فما فيش اي حاجه في دماغي، وكل اللي كان في دماغي ما عرفتش اعمله. دي الحاجه الوحيده الاخيره، يا رب اكمل فيها لو ليا خير فيها. ما تزعلش مني يعني، لو كلام زعلك او كلام خلاك تبقى زعلان او شايفني اصعب عليك والكلام ده، لا ما تخافش والله. هنا يعني انا زي ما قلت لك انا مؤمن بربنا جدا، فالحمد لله يعني الواحد راضي. دي اهم حاجه، ان انا اكون راضي يعني. فانا راضي، واتمنى انت كمان تكون راضي. وان شاء الله لسه عايشين ومكملين. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مش زي ده قوي، وفي يعني والحاجات الحلوه والابتسامات الجميله اللي حصلت فيه ان شاء الله، يا رب من غير اي اختفاء تاني المره الجايه.